هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 18 من أكتوبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار وضمن برنامج نافذة ثقافية يقدم لكم الزميل أحمد شريف قراءة للنص الفائز بجائزة محمد سعيد ناود للقصة القصيرة في دورتها لعام 2019. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الروائي الإريتري حج جابر يفوز بجائزة كثارة للرواية العربية. مصرع 22 شخصا بسبب انهيار أرضي في جنوب إثيوبيا. تعيين الرشيد سعيد يعقوب وكيلا لوزارة الإعلام السودانية. والموت يغيب الناقد الأمريكي الكبير هارولد بلوم. كانت هذه مستمعي ومستمعات الأفاضل عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. فاز الروائي الإريتري الشاب حج جابر بجائزة كثارة للرواية العربية في دورتها الخامسة لعام 2019. وفاز حج جابر عن روايته رغوة سوداء، وهي روايته الرابعة بعد رواية سمراويت ومرسى فاطمة ولعبة المغزل. وبالإضافة إلى درع الجائزة يحصل الفائز على مبلغ $60,000 وتترجم روايته إلى اللغة الإنجليزية. وفاز إلى جانب حج جابر كل من الجزائري الحبيب السايح عن روايته أنا وحايم، والأردني مجدي دعيبس عن روايته الوزر المالح، واليمني حبيب عبد الرب سروري عن روايته وحي، وليلى الأطرش من الأردن عن روايتها لا تشبه ذاتها. ويعتبر فوز جابر بهذه الجائزة الثقافية الكبيرة فوزا للأدب المكتوب باللغة العربية في إريتريا. نقلت وكالة فرانس بريس عن السلطات في إثيوبيا أن انهيارا أرضيا في جنوب البلاد أودى بحياة 22 شخصا يوم الأحد الماضي، وكان الانهيار الشديد قد أدى إلى دفن بعض الجثث تحت الركام. ونسبت الوكالة إلى المسؤول المحلي تاكيلي تسفو أن الانهيار الأرضي وقع في منطقة كونتا بعد 10 ساعات من الأمطار الغزيرة. وأوضح أن من بين القتلى 9 نساء و6 أطفال. والانهيارات الأرضية شائعة في هذه المنطقة من إثيوبيا، ولكن التسفو قال أن هذا أسوأ انهيار يشهده في حياته على الإطلاق. وقال أن المنطقة التي حدث فيها الانهيار جبلية وعرة، وهذا يعني أن الانهيار الأرضي كان خطيرا جدا. وأضاف أن موسم الأمطار يقترب من نهايته في إثيوبيا، وكانت قوات الأمن قد نقلت بعض العائلات خوفا من أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار إلى كوارث إضافية. أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بناء على توصية من وزير الإعلام السيد فيصل محمد صالح قرارا بإعفاء عبد الله جاد الله أحمد نمر من منصب وكيل وزارة الإعلام المكلف، وتعيين الرشيد سعيد يعقوب وكيلا أول لوزارة الثقافة والإعلام. وكان السيد عبد الله جاد الله يعمل بدرجة وزير إعلام تكليفا من المجلس العسكري الانتقالي قبل تكوين مجلس السيادة، وذلك بغرض تسيير العمل في الوزارة لحين تشكيل مجلس الوزراء. أما السيد الرشيد سعيد فهو دبلوماسي سوداني سابق تم إقالته من وظيفته في بداية التسعينات حسب ما عرف حينها بقانون الصالح العام، وطلب حق اللجوء في فرنسا التي عمل فيها في عدة وظائف إعلامية شملت إذاعة مونت كارلو، وعمل كذلك في منشورات وزارة الدفاع الفرنسية. وعمل قبل تعيينه في منصبه الحالي ناطقا باسم قوى الحرية والتغيير في فرنسا. غيب الموت الناقد الأمريكي الكبير هارولد بلوم يوم الاثنين الماضي عن عمر يناهز 89. ويعد الناقد بلوم من أكبر النقاد في الأدب في النصف الثاني من القرن العشرين. ولد هارولد بلوم في نيويورك لأسرة يهودية روسية مهاجرة في عام 1930،
وحصل على الإجازة الجامعية في جامعة كورنيل، ثم حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ييل الأمريكية المرموقة، وأصبح أستاذ لكورس الشعر والنقد فيها حتى وفاته. وهارولد بلوم مؤلف لعدة كتب، أهمها كتاب قلق التأثر، وفيه يقدم نظرية في الشعر، وتم ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية بواسطة الشاعر السوري عابد إسماعيل. وللناقد بلوم ما يزيد عن 20 كتابا، منها كيف تقرأ ولماذا، وكتاب شكسبير واختراع الإنسانية، وكتب أخرى. وبهذا الخبر الثقافي مستمعي ومستمعات الأفاضل نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. الروائي الإريتري حج جابر يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية. مصر 22 شخصا بسبب انهيار أرضي في جنوب إثيوبيا. تعيين الرشيد سعيد يعقوب وكيلا لوزارة الإعلام السودانية. وأخيرا الموت يغيب الناقد الأمريكي الكبير هارولد بلوم. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. في حلقة اليوم من برنامج نافذة ثقافية نقدم لكم النص القصصي الفائز بجائزة محمد سعيد ناود للقصة القصيرة في دورتها 5 للعام 2019. المسابقة كالعادة تنظمها مكتبة أغردات العامة، وقد فاز بالجائزة هذا العام النص القصصي عويل للكاتب القاص أيمن محمد عبد السلام دفع الله من السودان. فأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة إرنا الدولية من باريس. هذه إذاعة إرنا. إلى عاز. حدث ما كانت تخشاه، فرفعت يدها بسرعة، وسرت الرعشة المشوبة بالسخونة تشق طريقها نحو قلبها الضعيف، فأحست بالمزيد من الضعف. لم تشأ أن تعيد الكرة فيزداد حزنها، بل إنها سعت لتكذيب الأمر، وكأن هذه اليد التي ارتعشت كيد عجوز لم تكن يدها الأربعينية، لكنها لم تستطع المقاومة. بدا أن هناك ما يجذب يدها كمغناطيس قوي نحو جبهتها الصغيرة، ودون أن تحس أعادت الكرة مجددا. وضعت يدها ببطء على جبهته، فانفطر قلبها من جديد، ومثل المرة السابقة خرقت الرعشة الساخنة قلبها. تذكرت كلام جارتها العجوز: ستداهمه الحمى أولا ثم يموت. رفعت بصرها نحو سقف الغرفة الذي اقتلعته الرياح قبل أيام، ورأت السماء صافية، النجوم تلمع ببريق زائد، وهناك سحب تتوزع في الأرجاء. لكنها شعرت بيأس شديد، وراحت تحدث روحها التي أبت الفكاك عن جسدها المتعب: لماذا لست أنا؟ أولا تكفي كل هذه السنوات المتعبة التي أثقلت كاهلي؟ لماذا كلهم ولست أنا؟ لماذا يداهم هذا الموت المر كل من حولها ويستثنيها؟ نظرت مجددا نحو السقف. كم هو ضعيف! لو أن عبد الجبار زوجها ما زال حيا لا شك كان سيصلحه، لكن الآن لا أحد سيصلحه، ولا أحد سيدفع المال للذهاب إلى المستشفى الذي يبعد 7 كيلومترات عن هذا الحي البائس. تذكرته مجددا عبد الجبار. ربما عليها الاعتراف من حين لآخر لتريح ضميرها المتعب قليلا، لذلك لا ضير من قولها: لقد كانت حمقاء، لقد فرطت فيه بسهولة. لو أنها بذلت المزيد من الجهد وحصلت على المال لما مات بتلك السهولة. قال الطبيب إنه يحتاج لجراحة في القلب، لكن لو اجتهدت أكثر كم الوقت يكفي لتجميع المال؟ تراودها الآن الكثير من الأفكار حول عبد الجبار. ماذا لو كان قلبه صبورا قليلا؟
ذلك القلب الذي يتسع للجميع، يضمهم بحنان، وله قدرة لا متناهية على المسامحة. ربما لتغير الوضع الآن، وربما استطاع أن يأتي بالطبيب، لكن أي طبيب سيرضى أن يدخل إلى هذا البيت الهزيل إنه بلا سقف حتى؟ لن تنسى ابتسامته الطيبة، وشعرت بالندم مجددا، فلم تكن قد أخبرته بجمال ابتسامته من قبل. تضع يدها من جديد على جبهة الطفل الصغير، تتوهم قليلا أن الحرارة قد انخفضت، لكنها عندما تنظر نحو وجهه الشاحب توقن أن لا شيء قد جد، وتتذكر كلام الجار من جديد: ابن قريبتي مات بهذه الطريقة. لماذا تصر هذه الجارة على أن الصبي سيموت وأن علته لا فكاك منها؟ ما هذا التشاؤم المقيت؟ وتعود الدموع المرة بالانهمار من جديد، وهذه المرة تحاول أن تكفكف دموعها براحتيها. سمعت طرقا على الباب. الطفل الصغير الذي يرتدي ملابس بالية يمد إليها كيسا ويقول: أمي تخبرك أن تبخريه بهذه الأعشاب. أحستها أن هذه الأعشاب ستعيد طفلها إلى حياته الطبيعية. أم سعيد لا تخطئ الوصفات، إنها أفضل من يعالج بالأعشاب في هذا الحي. أخذت قبضة بيدها ووضعتها داخل إناء، ثم طحنتها بيديها. أعدت المخبر ووضعت عليه القليل من الفحم، ونثرت عليه العشب الجاف، فتصاعد دخانه هاربا نحو السقف المفتوح. حركت المبخر في حركة دائرية حول رأس الطفل، ورأته يتململ تحت أبخرة الدخان، فأحست بالسعادة. أخيرا سيفيق ولدي الحبيب. لكنه بدأ يسعل بعنف. ذلك السعال أفقدها صوابها، فرمت المبخر أيضا وأسرعت في إطفائه، وكأن شيئا لم يكن، فعادت من جديد إلى حزنها الأول، وعادت سحب الكآبة تطوف حول رأسها من جديد، وقالت: لا أمل، أم سعيد دجالة فقط. السخونة تتصاعد، وقلبها يدق بقوة. ملأها الخوف حتى الاختناق به، فصارت أنفاسها ساخنة ذات صوب شاحب أو ذات صوت شاحب، وبدأ اليأس يغازل ذلك الأمل الصغير الذي يلوح بين الفينة والأخرى عندما يحرك الصغير ذراعه أو رأسه. لا تعرف ماذا أصابه. قبل يومين كان بصحة جيدة، يجري برفقة صبية الحي كغزال شارد، يتسلق بيوت الطين ثم يقفز من على سقوفها، يسبح في ماء المطر برشاقة كأسماك النيل. تذكرت فجأة أن بطن صغيرها لم تذق الطعام منذ ليلة البارحة. أحست بالرعب. كيف لم تفطن لأمر كهذا؟ كيف لها أن تنشغل بالألم وتنسى بطن صغيرها الفارغ؟ نهضت مسرعة تبحث عن طعام بين المواعين. لم يكن هناك أكل، وكأن هذه الغرفة لم يدخلها طعام من قبل. وتذكرت أنها لم تخرج لجلب الطعام منذ يومين، منذ أن عاد طفلها وهو يترنح حين جاءت جارتها لتخبرها أخبار الشؤم. وتذكرت قولها وهي تودعها آخر النهار: في نهاية الأمر سيموت كما فعل ابن سعدية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في السابق كانت تخرج عند مغيب الشمس، تطوي الطرقات خلفها وكأنها مهاجرة، تخترق الأسواق باكرا مثل أشعة الشمس، تبحث عن الفتات الذي يسقطه المارة وبقايا الطعام الذي يلقيها المتسوقون في مكبات النفايات، ولا تنسى المرور بسوق الخضار لتلتقط بعض حبات الطماطم، ثم التي تتدحرج فالتة من بين يد الخضارج ترفعها بسرعة ثم تمسحها من الطين وتلوذ بالفرار. وتذكرت أنها خلال اليومين الماضيين لم تذق سوى طعم الماء. عندما تتحرك تحس بأنها زير ممتلئ، لا شيء داخله سوى الماء. من فورها وضعت الخمار على رأسها، خرجت تطرق أبواب جاراتها اللئيمات. لم يكن لإحداهن
أن تفرط في قطعة طعام، فلا أحد يعرف ماذا يحمل له الغد. الأفضل عندهم أن يموت أطفال الآخرين دون أن يموتوا هم. في نهاية المطاف عادت وهي تحمل قطعة خبز صغيرة، لا تكفي أن تسكت بطن رضيع من النواح، وضعتها في ماعون صغير، ثم صبت فيها الماء، عجنتها جيدا، ثم صبتها داخل فمه. لم يكن يستسيغ شيئا، لكنه ابتلعها على كل حال. وضعت يدها مجددا فوق جبهته. الحرارة ما زالت مرتفعة، وهناك طرق خفيف على الباب لم يصمت منذ مدة. نهضت متثاقلة لتفتح الباب. إنه ابن أم سعيد مجددا، يحمل في يده كيسا صغيرا، مده وقال: تقول لك أمي أن هذا آخر ما لديها، وليكن الله في عونكم. أيقنت أن أدوية أم سعيد لا تفعل شيئا، لكنها لا بد وأن تتعلق بكل قشة أمل، وستفعل كل شيء لا منطقي ليعيش ولدها الصغير. أفرغت محتوى الكيس في إناء صغير، صبت عليه الماء، ثم صبته داخل فمه. شربه بسرعة، لكنه سرعان ما استفرغه، وكان عجين الخبز الذي شربه قبل قليل يخرج أيضا. لم يكن قد هضمه بعد، فصبت لعناتها المتلاحقة على أم سعيد، وتمنت لو أنها اكتفت بإطعامه عجين الخبز فقط. بدأ الطفل يرفس بقدمه، أنفاسه تشهق بشدة، وكأن الهواء قد انعدم داخل الغرفة. هذه المرة أحست أن عليها أن تفعل ما هو أكثر من الانتظار. خرجت تجري في الشارع وقد نسيت خمارها، جعلت تصرخ: انقذوا طفلي، سيموت طفلي. ثم سقطت على الأرض، ولم يكن بيد الجارات شيء سوى التجمع حولها. بدأنا التنظير حول مرض طفلها. أكثرهن قلن إنه مات، وأقلهن تشاؤما قلن إنه ربما يموت بحلول الغد. هذه إذاعة إرنا. لازلتم سادتي مع إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحلقة في النافذة الثقافية، وفيها نستعرض النص الفائز في مسابقة محمد سعيد ناود للقصة القصيرة التي تنظمها مكتبة أغردات العامة. جاء بعض الرجال وحملوها مجددا إلى الغرفة، وضعوها على عجالة وانصرفوا. أفاقت قليلا ونظرت نحو طفلها، كان ما يزال يرفس ويشهق. تأكدت تماما أنه يلفظ الروح الآن. تمنت لو أنها تستطيع أن تحمل عنه كل هذا الشقاء. لقد جعلتها السنوات الماضية أكثر قوة وجلدا، لكن الآن الأمور لا تسير كما يجب. كل شيء في هذا العالم لا يسير نحو ما نحب، إنه فقط يفعل ما يفعل، وكأنه حجر نرد لا تعلم أي وجهة سيقع لك. وأحست أن الهواء في صدرها يختنق بها، فيخرج مهموما ومسرعا نحو الخارج. كل عضو في جسدها يشتكي كطفل صغير، وداهمها صداع عنيف، كأن مطرقة كبيرة تطرق رأسها بقوة. نظرت نحو طفلها مجددا، لم تكن تدري أنها ستكون نظرتها الأخيرة إلى تلك العيون الصغيرة الضاجة بالحياة. ورأت ما لم تتمنى رؤيته حتى الممات. رأت انطفاء النور المتقد داخل عيني طفلها، انطفأ إلى الأبد بلا أمل، أو بصيص ظلام فقط. تجمعت السحب فوقهم فجأة، ثم بدأت تذرف ماءها، واختفت النجوم من على صفحة السماء يكسوها الخجل. عزاؤها الوحيد أن عينا الطفل لن تنهش جسدها المتقد مجددا، وأن روحه الطيبة ترتقي أبواب السماء. فهناك حيث لن يجوع مجددا، لن يمرض، ولن تغتاله أيد آثمة، لن يأكل قوته رجل شبعان. بالطبع ستتكفل الأرض بابتلاع جسده الصغير. نزلت الدموع غزيرة عابرة، خديها الحزينين
مختلطة بماء المطر العالق على وجهها، وتأكد لها الآن أن فلذة كبدها قد مات، والذي أمامها الآن لا يعدو أن يكون قطعة لحم فقط. ساعتها أغمضت عينيه بيد مرتعشة غطته بالملاءة، ثم أطلقت العويل. أيمن محمد عبد السلام ضفع الله، قاص من السودان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، كما نشر موقع مكتبة أغردات العامة على صفحته في الفيسبوك الرسالة التي بعثها القاص السوداني أيمن محمد عبد السلام ضفع الله، الفائز بجائزة محمد سعيد ناود للقصة القصيرة في دورتها الخامسة للعام 2019، والتي قدمنا لكم النص كاملا. يقول القاص عبد السلام في رسالته: السادة في مكتبة أغردات العامة، تحية طيبة لكم. تشرفت هذا العام بنيل الجائزة الأولى لمسابقة محمد سعيد ناود للقصة القصيرة، وهذا شرف كبير لي أن يرتبط اسمي إلى الأبد برائد الرواية العربية في إريتريا. كما لا أخفي عليكم، فقد كان سروري بأعضاء لجنة التحكيم كبيرا، فالإنسان لا يحصل على هكذا فرصة كثيرة ليعرض عمله على أساطين الأدب الإفريقي، ثم ماذا؟ ينال شهادتهم وإشادتهم الكاملة والتهنئة أيضا، فلهم كل الشكر على منحهم لي هذا القدر الكبير من السعادة. وأشكر كذلك القائمين على أمر الجائزة واجتهادهم الدائم في شأن توسيعها وجلب المزيد من الاهتمام إليها. أتمنى في القريب العاجل أن تشمل الجائزة دولا أكثر، ويسلط عليها الضوء إعلاميا، وتوضع لها ميزانية أكبر عبر استقطاب الداعمين. كل التوفيق لكم. أيمن محمد عبد السلام ضفع الله. هذه إذاعة إرينا. المستمعون الكرام، كنتم مع حلقة في برنامج نافذة ثقافية، وفيها استعرضنا النص الفائز بجائزة محمد سعيد ناود للقصة القصيرة التي تنظمها مكتبة أغردات العامة سنويا. وقد كان الفائز لهذا العام 2019 نص عويل للكاتب السوداني الأستاذ أيمن محمد عبد السلام ضفع الله. كنت معكم في التقديم، تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. إلى لقاء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وفيما يلي أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الروائي الإريتري حجي جابر يفوز بجائزة كثارة للرواية العربية. فاز الروائي الإريتري الشاب حجي جابر بجائزة كثارة للرواية العربية في دورتها الخامسة لعام 2019. وفاز حجي جابر عن روايته رغوة سوداء، وهي روايته الرابعة بعد روايات سمراويت ومرسى فاطمة ولعبة المغزل. مصرع 22 شخصا بسبب انهيار أرضي في جنوب إثيوبيا. نقلت وكالة فرانس بريس عن السلطات في إثيوبيا أن انهيارا أرضيا في جنوب البلاد أودى بحياة 22 شخصا يوم الأحد الماضي، وكان الانهيار الشديد قد أدى إلى دفن بعض الجثث تحت الركام. تعيين الرشيد سعيد يعقوب وكيلا لوزارة الإعلام السودانية. أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بناء على توصية من وزير الإعلام السيد فيصل محمد صالح قرارا بإعفاء السيد عبد الله جاد الله أحمد نمر من منصبه وكيلا لوزارة الإعلام المكلف، وتعيين السيد الرشيد يعقوب سعيد وكيلا أول لوزارة الثقافة والإعلام. الموت يغيب الناقد الأمريكي الكبير هارولد بلوم. غيب الموت الناقد الأمريكي الكبير هارولد بلوم يوم الاثنين الماضي عن عمر يناهز 89، ويعد الناقد هارولد بلوم من أكبر النقاد في الأدب في النصف الثاني من القرن العشرين. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم أيضا بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا.
لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في استديوهات الإذاعة الرئيسية في باريس، أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وفي حفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.